ما كتكبر في الحياه شحال ما كتزيد تفهم ان الدقه ما كتجيكش من البعيد، كتجيك من القريب. وهذا الشيء اللي وقع في القصه ديالنا ديال اليوم. شكيب من الجزائر نهار قبل ما نعرسو قال انه يمشي يحسن، عيط للصديق ديالو اللي عنده الطوموبيل قال له جي هزني. من بعد الصديق ديالو قال له مشي تقضي معايا شي غرض. شكيب هنا قال لا، لكن الصديق ديالو قال له بالزربه وغادي نرجعك. غادي يلقاو جثه في الخلا. جثه شكون في نظركم؟ ديال شكيب. بعد ما داروا تحريات الشرطه غادي يلقاو بان اخر واحد شافو منير. عيطوا لمنير وبداو معاه استجوابات، كينكر نكرتان من مور ما عمقوا البحث كيكتشفوا انه لا العكس. في الطريق ديالهم غادي يتلاقاو بنت اللي سميتها ملك تقرا مع شكيب شحال هادي وكانت بيناتهم علاقه، لكن شكيب تفارق مع ملك ومشى تلقى بنت اخرى. فكانت الصديقه ديالها قالت لها راه هادي تجوال. ملك هنا بداك الغل اللي كان فيها دازت له من صاحبه وقالت له شوف جيبوا لي عندي غير شي هضره بغيت نقولها له. طلعت معاهم ملك في الطوموبيل. هنا شكيب ما عجبوش الحال، هضره مني جوج منك خلاته حتى دار وغادي يضربوا الجنب ديالو. طاح جثه. تحكمات ملك ب 40 عام د الحبس ومنير ب